في خلال الفترة اللي فاتت ناس كتيرة اتجهت إن هي تتعلم البرمجة تتخذها كمهنة أساسية. وده نتيجة إن البرمجة ليها مجالات كتير وليها فرص كتير، والسوق بتاعها مفتوح ومش بس بيقتصر على السوق المحلي مثلا في مصر أو في دولة معينة. لا، الأونلاين أو الفرص الأونلاين والريموتلي بدأت إن هي تسهل فرص كتيرة جدا للشغل في مجالات البرمجة. ولكن لو انت شخص حاولت ان انت تتعلم البرمجة لأول مرة، اكيد هتقابل مشكلة معينة، وهي ان انت هتحس ان في جزئية ناقصة كده، او هتحس ان انت يعني حاسس ان في حاجة ناقصاك هتسهل عليك فهم الموضوع كله. وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله خلال الفترة الجاية. هبدأ ان احنا نشتغل على اساسيات هندسة البرمجيات، وهي بشكل مجمل كده هي الاساسيات اللي اي حد محتاجها عشان يقدر ان هو يبدأ يتعلم مجال محدد من مجالات البرمجة. زي مثلا تطوير تطبيقات الموبايل او الويب او حتى الذكاء الصناعي. اي مجال داخل مجالات البرمجة او علوم الحاسب الآلي بشكل عام، بيكون مهم ان انت يكون عندك بعض الاساسيات كده، واللي هي بتكون اساسية جدا علشان تقدر ان انت تكون مستوعب اللي انت بتتعلمه، ومستوعب اللي انت بتطبقه في شغلك وفي اي مشاريع حابب ان انت تقوم بيها. بشكل عام الاساسيات دي هي من اسمها، هي اساسية علشان تقدر ان انت تتطور او تتعلم بشكل عام المجالات دي. طيب، الفترة الجاية هنعمل ايه؟ ان شاء الله ناوي ان انا اقدم على القناة بعض الدورات التعليمية، واللي هتكون كلها بتدور حول التوبيك ده اللي هو اساسيات هندسة البرمجيات. الهدف منها ان احنا نبني الاساسيات دي لاي حد، اما ان هو لسه بيبدأ في مجال من مجالات البرمجة، او حد بالفعل في مجال من مجالات البرمجة ولكن مهتمش بشكل كافي بالاساسيات دي، فحاسس ان في جزئية معينة ناقصاه. وكتير مننا بيقع في الغلط ده، ان هو بيكون منبهر بمجال معين وعايز ان هو يشتغل بسرعة وهكذا، فبيهمل الاساسيات شوية. ولكن هنبدأ ان احنا نمشيها دورات كده. كل دورة هتكون بلاي ليست على التشانل عندي ان شاء الله، وكلها هتكون بالعربي. والهدف الأساسي أصلا من البلاي ليست دي إن أنا أزود المحتوى العربي في البرمجة عموما إن شاء الله. طيب، إيه هي الدورات التعليمية دي؟ أول دورة هنبدأ بيها هي نظام الحاسب الآلي. هنبدأ إن احنا نتكلم إيه هو أصلا الحاسب الآلي أو الكمبيوتر بشكل عام. نبدأ إن احنا نفهم هو بيتكون من إيه، وإزاي أصلا إن في حاجة اسمها برمجة والأجزاء بتاعته إيه، وكل جزء بيشتغل مع باقي الأجزاء إزاي علشان يقدموا لي الكمبيوتر اللي أنا بتعامل معاه. بعد كده هندخل في أساسيات البرمجة. هنبدأ إن احنا نبدأ برامج، نبدأ نكتب برامج بسيطة. البرامج دي هنقدر إن احنا نعمل مثلا حاجات بسيطة زي آلة حاسبة نفهم بيها المفاهيم الأساسية اللي في البرمجة، واللي هتساعدنا في الأجزاء اللي بعدها، وهي هياكل البيانات والخوارزميات. وهي الهياكل البيانات والخوارزميات دي، أو بالإنجليزي Data Structures and Algorithms، هي من المفاهيم الأساسية جدا في البرمجة، واللي هتساعدك إن أنت تفهم بشكل عميق أكتر إزاي إن أنت تقدر تبني أبليكيشن قوي أو برنامج قوي بيستخدم بيانات من أنواع مختلفة، وبيقدر إن هو يعمل عمليات قوية ومعقدة زي اللي إحنا بنتعامل معاها في حياتنا اليومية. بعد كده هنبدأ ندخل في أساسيات نظم التشغيل. كلنا بنتعامل مثلا لو بنتعامل مع لابتوب أو كمبيوتر عندنا في البيت. فالكمبيوتر ده بيتكون من أجزاء مختلفة. الأجزاء دي عشان تشتغل مع بعضها بيكون متكون من طبعا جزء هاردوير، أو اللي هو الجزء الإلكترونيات اللي أنا بتعامل معاها زي الكيسة والشاشة أو اللابتوب نفسه والكيبورد وهكذا. ولكن علشان بقى الأجزاء دي تشتغل مع بعضها، بتحتاج ان انا بشكل نفهمه كلنا ان احنا مثلا ننزل عليها ويندوز او نظام تشغيل علشان اقدر ان انا اتعامل مع الجهاز ده. فهنبدأ نفهم ايه هو نظام التشغيل اصلا، وازاي بيتعامل مع الاجزاء بتاعة الكمبيوتر او اللابتوب، بحيث ان انا اقدر اتعامل معاه بشكل سلس. بعد كده هنبدأ نفهم شوية في الشبكات، ناخد مقدمة فيها، نعرف ايه هي أساسيات الشبكات، وبالتالي نعرف أكتر عن الشبكات، الشبكة اللي موجودة في بيتنا مثلا زي الراوتر اللي احنا بنتعامل معاه، والشبكات اللي بتكون متواجدة في الشركات، والأجزاء الأساسية في أي شبكة عموما. وهنبدأ ندخل فيها بشيء من التفصيل بحيث نفهمها بشكل كويس.
بعد كده هنبدأ إن إحنا نتكلم عن أساسيات قواعد البيانات أو اللي هي الداتابيزز، واللي هي عنصر أساسي جدا 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 في هندسة البرمجيات أو أي مجال متعلق بالبرمجة عموما. هنبدأ إن إحنا نفهم الأساسيات بتاعتها، ونبدأ إن إحنا نعمل تطبيقات عليها ومشاريع عليها بشكل عام. سابع حاجة هنبدأ إن إحنا نفهم أكتر عن حماية الحاسب الآلي أو الكمبيوتر سيكيورتي. هنبدأ ناخد مقدمة في حماية الحاسبات عموما، وعلم الحماية عموما أو اللي هو السايبر سيكيورتي بشكل عام، هناخد مقدمة فيه، بحيث إن إحنا برضو نفهم أكتر، أو لو حد فينا حب فيما بعد يتخصص في مجال متعلق بالسيكيورتي أو مجال أمن الشبكات أو مجال أمن الحاسب الآلي أو الكمبيوترات أو الويب سايتس أو كده. كل ده محتاج برضو شيء من الأساسيات علشان نقدر إن إحنا ندخل فيه ونتعلمه بسلاسة. بعد كده وآخر حاجة عندنا هي أساسيات علوم البيانات وتعلم الآلة. من أكتر الحاجات اللي اشتهرت جدا الفترة اللي فاتت هو علم الذكاء الصناعي. فبرضو علشان أقدر إن أنا لو أنا حابب إن أنا أتخصص في علم الذكاء الصناعي وأعمل مثلا موديل ذكاء صناعي يحلل بيانات معينة وياخد بناء عليها قرارات معينة، فمحتاج إن أنا برضو يكون عندي أساسيات في علوم البيانات. فهنبدأ ناخد ده برضو في شكل دورة منفصلة هنختم بيها الأساسيات بتاعت هندسة البرمجيات بتاعتنا. فاحنا إن شاء الله الفترة الجاية هنبدأ نشتغل على الدورة الأولى وهي نظام الحاسب الآلي. تابعوا التشانل إن شاء الله. إن شاء الله هنزل فيديوهين في الأسبوع، الفيديو الأول يوم الأحد والتاني يوم الأربع. هنكون يعني هركز إن الفيديوهات تكون قصيرة، بحيث الناس كلها تقدر تشوفها وتتابعها عادي، وتقدر إن هي تستفيد منها، محدش يستطول الفيديو أو كده. وفي نفس الوقت هركز ان الفيديو يكون بيحتوي على اكبر قدر من الاستفادة، سواء معلومات او تطبيق عملي، بحيث ان الشخص او انت كمتعلم تطلع راضي عن اللي اكتسبته من خلال الفيديو، وتقدر ان انت تتابع في الدورات بسهولة ان شاء الله. ده كده اللي كنت حابب اقوله في الفيديو ده. شكرا جدا لوقتكم. تابعوني الفترة الجاية على اليوتيوب ولينكد ان والفيسبوك، وان شاء الله هنزل الكونتنت الجاي اول باول. شكرا جدا لوقتكم.